بسم الله الرحمن الرحيم. انا ايمن السواق، شغال في موقف العباسيه. والله حصل حوار بيني وبين طارق الحاج فوق بسبب زبون. اللي حصل سيادتك ان في زبونين قاعدين ورا في الاخر خالص، زبون على اليمين وزبون على الشمال، وداخله واحده تقعد. فطبعا حضرتك ما ينفعش انها تقعد في النص، فبستأذن الزبون بقول له بعد اذنك تيجي كده تيجي كده، بس ما ينفعش تقعد في النص. فرد عليا الزبون طبعا بألفاظ مش كويسه، فرحت منزله واتكلمه بالراحه، لقيته بردك عمال يزيد بيقول لي راح اجيب لك ايه ابو شيماء كرتاجي. قلت له ماشي اتفضل حضرتك، بكل ادب برضك وبكل احترام، ما كلمتوش معايا في اي حاجه. وبعدين حضرتك ده كمان هو طالب جامعي، يعني راجل متعلم المفروض يتكلم احسن من كده. فالمهم حضرتك انا حملت العربيه وخدتها وماشي، وجيت احاسب طارق الكرتاجي على الكارت، تبع حضرتك. فالمهم لقيته مره واحده راح ضربني بالبنيه في ودني، وقال لي يعني شتمني بامي واللي جابوني وسويت حلوان ومش سويت حلوان، لو انت ذكر تعالى هنا تاني وما تجيبش العربيه هنا تاني. وبعدين سيادتك انا بدفع كارته مجمعه، ليه يعني انا ادفع كارته للراجل دوت عشان يعني. وبعدين يا باشا انا مش عارف اخد حقي منه، عايز حقي. لو اتكلمت هيضربوني فوق، ولو عملت محضر مش هيسيبوني برضه. وبعدين برضك موضوع برضك واحد زميلنا قبل كده اسمه احمد، برضك سواق معانا في الاول موقف العباسيه، حاسس ان امين شرطه ضربه ما عرفش ياخد حقه منه. فانا حضرتك دلوقتي انا عايز حقي، اخد حقي من مين دلوقتي؟ وشكرا يا باشا.